هاي ستاف شايش، كيفكن؟ شو اخباركن؟ تعالوا نحكي هيك شويه معلومات. اوكي، تتذكروا وقت حكيت لكم عن هذا الكتاب What to expect when you're expecting؟ بنصح كل واحدة حامل يكون عندها من هذا الكتاب، خصوصي لو أول مرة وما عندها كتير معلومات. هذا الكتاب شوفوا سمكم، اوكي، بيحكي عن كل تفصيلة ممكن تصير بفترة الحمل، من أول شهر ل9 شهر وما بعد الولادة. حتى بيحكي عن الأشياء النفسية اللي ممكن تصير، الأشياء اللي ممكن تصير بالجسم اللي عم تصير بالبيبي، كل مرحلة بمرحلتها بتفصيلها. اوكي، بما أنه أنا أول مرة وما عندي كتير معلومات، عندي معلومات شوي من الأشياء اللي بسمعها أو التجارب اللي بشوفها من الناس اللي حوالي، بس ما فينا نحن نعتمد على الناس اللي حوالينا والتجارب، لأنه بالأخير تجربتنا غير. ممكن الشخص اللي عم يعمل شيء ممكن يختلف عن الشيء اللي نحن عم نعمله، فلازم نقرأ ونعرف ونفهم. أوكي، فهذا الكتاب عن جد رهيب. بما أنه أنا بأسبوع 27، يعني the 6th month، يعني بقرأ الشابتر تبع الشهر السادس. أوكي، 27 يعني آخر شيء بالشهر السادس، رح فوت بالشهر السابع ورح يكون آخر تلت، صح؟ لا third trimester، يعني ثالث فصل بالحمل. مخيف الموضوع، بس هون بيحكي لنا مثلا بيكون من بين الشهر السادس، بيكون من بين 23 أسبوع ل 27 أسبوع، فأنا 27 أسبوع. بيحكي عن تغيرات البيبي وشو بيصير، شو بيكون عم بيصير بالبيبي، والتغيرات اللي بتكون عم بتصير بالجسم. فقلت اقرا لكم شوي your body this month، جسمك هالشهر. اوكي، فشو ممكن يكون عم بيصير هلا physically؟ اوكي، رح نكون عم نحس اكثر بحركه البيبي، صح؟ هذا الشيء صحيح، هذا اللي عم حسه. بيكون في وجع بالسفل البطن، هذا ما كتير عم حسه. احيانا بحس هذا الشعور هيك بالليل، ممكن يصير في انتفاخ، وحس شوي بشعور انه بطني مشدود او في شيء شادد. اوكي، بس مو دائما. في constipation اللي هو الامساك، لا، في الحرقه وعدم الهضم والبلوت. هلا البلوتينج حرقه اجتني مرتين الحمد لله، لهلا ما عم مر بمرحله الحرقه القويه. في occasional headaches، الحمد لله. حاسه ما بدي احكي بموضوع وجع الراس مشان مخي ما يرجع يقول انت ما عم يوجعك راسك، خلينا نوجعه. فمع يعني بس ببدايه حملي كثير عانيت من موضوع المايجرين، بس هلا تمام الحمد لله. في كمان شو ممكن يكون عم بيصير، انه دوخه او حس انه هيك راسي كثير خفيف، الدنيا هيك، خصوصي اذا قمت. الحمد لله لا. في nasal congestion، احتقان بالانف، ويس صح، هذا الشيء صاير معي. انا ما بعرف اذا لانه انا مرضانه ولا هو يعني جزء من اللي عم بيصير، بس interesting. شفتوا يعني هيك في تفاصيل ما كنت بعرفها. sensitive gums، حساسيه لستي، خصوصي سقف حلقي، بحس انه هيك. في بتعرفوا اذا تاكلوا تشيبس وتجرحوا سقف حلقكم تحسوا انه هيك منفوخ، هيك انا حاسه، بس صح ما كنت بعرف. في كمان قابليه للاكل اكثر، لا حاسه انه قابليه الاكل لساتها مثل ما هي. leg cramps اللي هو تشنجات بالرجل، اجتني مره تشنجت بطه رجلي، لا الوجع مو طبيعي، فصارت مرة صح. انتفاخ بالانكلز والرجل والايدين والوش. هلا بما انكم عم تقولوا لي انفك كبران وكذا، فشكله في انتفاخ بالوش، وعم لاحظ اخر فترة في انتفاخ شوي برجلي، يعني مو كتير قوي لان الحمد لله بتحرك وبتمرن، فرجلي شوي عم تنتفخ وقت ضل قاعدة فترة طويلة او اتسطح او مثلا ما يكون عندي تمرين باليوم، في انتفاخ بصير. بعمل هيك بحس انه في احتباس سوائل. اتشي بلي، بيحكني بطني، هاي من اول شهر، بس عم حاول ما احك لانه بيقولوا ممكن يطلع ستريتش ماركس وبيساعد اكثر، فعم حاول ما احك، بس احيانا ما بنقدر، لازم شوي في حكي. شو كمان protruding، اوكي. السرة بتطلع، يس. اوكي، وجع ظهر
الحمد لله لا، لانه عم بتمرن وعم بتحرك، ولاحظت وقت ما اتحرك واتمرن بيجعني ظهري، فالحركه عم بتفيدني، فالحمد لله لا ما عم اعاني من وجع ظهر. في discoloration على البطن او البشره، انه في تغيير او بقع من هيك بقع عم تطلع على الوجه او البطن من ناحيه اللون، الحمد لله لا. stretch marks لهلا الحمد لله، لان كثير معتنيه اللي هي التشققات، كثير معتنيه الحمد لله. ننتقل للقسم، هلا خلصنا فيزيكال، في قسم الايموشنالي. الايموشنالي انه ممكن احس انه انا تقلبات المزاجيه قلت. هلا ما بدي يكون انه انا عم بحكي، بس ما كان عندي تقلبات مزاجيه من اول الحمل الحمد لله. انا يعني اعتبر شوي مزاجيه يعني بحياتي العامه، بس ما انه زاد او نقص هذا الشيء بالحمل. forgetfulness اللي هو النسيان. نعم عم بنسى كتير اشياء. امبارح نسيت غيث حتى، يعني عن جد قصه حقيقيه مو كذب. فايه عم بنسى كتير. ثالث وحده feeling like pregnancy is endless، انه عم حس انه الحمل طول. يس، بهالكم شهر بعد اول 3 شهور اول 3 شهور بيمروا كتير بسرعه، بعدين بحس انه اطول مرحله بالحياه. فانا حاسه بهذا الشيء. شفتوا كيف الكتاب عن جد فيه كل شيء، انه حتى فيه شو حاسه وصح، كثير غريب. بعدين في plenty of excitement about the future، انه في كتير حماس عن المستقبل صح. وفي worries about the future، انه شوي متوتره بسبب المستقبل كمان صح. كتير حلو. فكمان بيقلنا what you can expect this month's check up، انه شو الاشياء اللي ممكن انا لازم اعملها بهالشهر. فهالشهر لازم شيك على سكر الدم يلي هو انا عملته. فتخيلوا انه حتى بيحكي لكم كل شهر شو الاشياء اللي لازم نشيك عليها، شو كل التغيرات اللي بتكون عم تصير. وليه كل شابتر طويل على فكره، بيحكي كتير اشياء عن البيبي كيكينج. في الكلمزينس اللي هو انه شخص مثلا بيوقع كتير او هيك عفش بنسميه، كمان موجود. في كتير اشياء كتير معلومات. المهم هيك بقعد بقرا بفهم شوي جسمي شو عم بيصير فيه، لانه احيانا بتطلع هيك انه انا صار لي تقريبا 23 سنه فاهمه على جسمي، بعرف شو عم بيصير، بس بهاي المرحله ما بتفهموا شيء، كل شيء بيمشي بالمقلوب، كل شيء ملخبط. فحلو الواحد يكون عنده مصدر تقروا، ما يكون تجارب ناس تانية، يعني تكون عن جد شيء كل شيء فيه موجود، وتشوفوا انتم شو الاشياء اللي عم تمروا فيها، شو الاشياء اللي لا. اي والله هذا هو. رح صور لكم اياه هلا لاي حدا حامل او ناويه انه تحبل. هذا كثير حلو على فكره. بالشابترات في مثل هذا المربع، هذا للزوج انه يقراه، يعني تخيلوا حتى في اشياء غيث يقراها. I love it. تتذكروا كورس علم النفس اللي كنت عم بعمله قبل ما اسافر؟ نسيت خبركم اني انا خلصت ووصلت الشهاده، وهالحكي من جون 24 2026، كتير زمان بس نسيت. المهم الحمد لله خلصت، وصلت الشهاده، وفينا نعمل تشيك على انجاز كان محطوط لهالسنه. الحمد لله كتير حلو. الكورس كان عن السايكولوجي اوف ذا سيلف، اللي هو علم النفس عن النفس. هو غريب بس حلو كتير. يس، في موضوع لازم تعرف فيه، يعني هو ما عندك رأي فيه بس لازم تعرف فيه. بيهمني ما عندي رأي. على سيرة الكورسات، كنت هلا عم لهم خلصت الكورس وهيك. في كورس رح نعمله قبل ما لا ابو ال5 ساعات. ايه مو 5 ساعات، 4 ساعات. ما فرقت. في كورس نص ساعة روح نص ساعة رجع. لا، في كورس اوكي. هذا الكورس رح نعمله مع بعض لانه هو بارتنر كورس. نسيتوا نقطة رح تعملي. نعمله. هو بارتنر كورس. مش مهم هتعملي انتي. المهم هذا الكورس عم بستنى لصير بالاسبوع 30 او فوق شوي، لانه هيك مكتوب انه لازم يكون بهاي الفتره. هذا الكورس بيعلمنا كيف نعتني بالبيبي، بعد بيعلمنا شو نعمل بفتره، شو تعملي
بيبي انا لحالي بهذا الموضوع. لا بس انه انت تعلمي وانا بنفذ. بيب خلص انت تعلمي وخبريني. بيب بلا مزح عن اتصال جد. 4 ساعات بيب هلا بالله بيقولوا عليك. هلا بيقولوا شو اتصال 4 هاد. ساعات قليل بنص ساعة. هلا بيقولوا شو هالجوز هذا. يقولوا 4 ساعات من حياتي مش من حياتهم. اوكي لتستفيد وتتعلم. شو؟ لتستفيد وتتعلم. مين قال لك بدي اتعلم؟ مين قال لك بدي اتعلم؟ صدقوني انه مو انا الحامل بهاي العلاقه، صدقوني المهم ايه شو حتعملي بالاربع ساعات هاي؟ خبرينا. شو رح نعمل بالاربع ساعات؟ رح نعمل امانه هلا بلا مزح، لانه هلا عن جد حياخذوا جد موضوع. اوكي شو رح نعمل بالكورس؟ الكورس كتير حلو. بيقلنا شو نار رح نعمل بفترة الولادة. اوكي شو الاشياء المهمة اللي لازم انا اعرفها وانت تعرفها. اوكي وبعدين في كيف نحفظ البيبي وكيف نعتني بالبيبي وكل الاشياء الكيوت يعني. كيوت. شوف هو الكورس يعني اكيد نحن فكرة سهلة يعني. اوكي نحن بنعرف كيف نعمل هاي الاشياء. خلص نحن حنعرف نتصرف لانه هيك الله خلقنا، بس انه بحس الكورس هيك بوندينج. بعدين ليه خلينا نتعلم لحالنا. 4 ساعات يا ظالمة. 4 ساعات. اتس فن. بتعرف شو 4 ساعات شو بعمل؟ شو بتعمل؟ بروح فين على الأردن وبرجع. وبترجع؟ بروح السعودية 3 مرات. خلص 4 ساعات. انا فقدت الامل. 4 ساعات بروح مشي من هون بلف دبي. ماشي 4 ساعات. خلص لا تجي، انا بروح لحالي. كان ودي. خلص اوكي مثل ما قلت.